الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية. من أبو ظبي تبدأ الحكاية الآسيوية الجديدة. هنا الجزيرة والاتحاد، حيث الجزيرة الذي يبحث عن عودة فخر أبو ظبي إلى واجهة القارة، وهنالك الاتحاد الباحث عن استعادة مكانه بين كبار القارة. بطاقة واحدة إلى نخبة آسيا، هنا حيث لا مجال للتعويض. الجزيرة والاتحاد كلاهما يريد مقعدا على طاولة النخبة. أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الأحبة في كل مكان. هنا من استاد محمد بن زايد، الفائز يتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، والخاسر سينتقل إلى دوري أبطال آسيا 2. وبالتالي لوحة ترحيبية من جماهير الجزيرة لمدربها القادم الآن كوزمين أولاريو القيصر الكبير. هنا في مرحلة جديدة من خلالها يتواجد المدرب الكبير مع فريق نادي الجزيرة. الاتحاد السعودي ضيفا هنا على الجزيرة الإماراتي، وطاقم الأولى والدقائق الأولى من انطلاقة المباراة. استلام عن طريق ميلسون، نقلة في الجانب الأيسر، مرور والصافرة موجودة، والخطأ لمصلحة الجزيرة. الخطأ لمصلحة الجزيرة. هذا القادم الجديد من الجار الوحداوي، نعم إنه روبن، والخطأ الآن لمصلحة فريق نادي الجزيرة باتجاه المرمى، لكن بتتخلص. عادت إلى ميلسون، سدد، الله على فرصة الفخر الأولى. الجزيرة يهدد مرمى الاتحاد، ولكن الكرة شوف التسديدة اصطدمت، نعم، وتحولت إلى خارج الملعب. عنها في الموسم الماضي وكانت حاضرة، لكن تعود الأحاديث مرة أخرى، وطبعا عن اللاعب موسى ديابي. لقطة ومحاولة ستيفن بيرغوين، تتخلص الكرة الآن في الجانب الأيسر لمصلحة فريق نادي الجزيرة. كرة تعود الآن إلى دانييلو بيريرا مرة أخرى. هكذا هي النقلات وهكذا هي الكرات بالنسبة لفريق نادي الاتحاد، فريق اللي أيضا يعني أقام معسكر في ماربيا في إسبانيا، واختتم طبعا ذلك المعسكر بلقاء ملقا، اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2. سجل كل من جورج وبيرغوين هدفي تلك المباراة. الكرة بتتحول الآن إلى خارج أرضية الملعب، وهذا طبعا دانييلو كابتن الفريق وقائد الفريق، فريق نادي الاتحاد السعودي. في المقابل طبعا فريق نادي الجزيرة والمعسكر الذي كان في هولندا، والذي واجه فيه مجموعة من الأندية، كان آخرها طبعا ووتر أكاديمي، ونتائج كانت طبعا أيضا متفاوتة بالنسبة للفريقين على مستوى المعسكرين. الآن الانطلاقة لمصلحة الجزيرة خطيرة، هذه فيها تسديدة، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. يا لها من لقطة أخرى يا ميلسون من جديد يقترب من مرمى النمور. شوف رد القدم، هذه كرة ملعوبة الآن خطيرة، ولكن إلى رايكوفيتش. ميلسون معاه، ميلسون إلى روبن فيليب في الطرف الأيسر لمصلحة الجزيرة. شوف التمريرة والعرضية، 0-0 في هذا الملعب، وفي ملعب الاتحاد كانت 1-1. هكذا لقاء آسيوي ثالث الآن، عرضية خطيرة أمام المرمى للاتحاد. الله، الاتحاد يريد مقعدا على طاولة النخبة، يتقدم أولا ويسجل أولا. هنا قارة آسيا والاتحاد، تلك حكاية كبيرة. النمر يبحث عن كتابتها من جديد. يا لها من فرحة كبيرة في مدرجات العميد. الاتحاد يسجل من الكرة، من العرضية، من الجهة، من فرصة في بداية المباراة، لكن لم ينجح فريق نادي الجزيرة في التسجيل. وبالتالي شوف التحولات، شوف أيضا التحول. بيريرا
بيريرا بيحولها إلى فارس عابدي. المباراة الأولى والتواجد الأول لهذا الظهير الأيسر مع فريق نادي الاتحاد. عرضية والكرة وصلت الآن إلى دانييلو. بيريرا بيحولها، التسديد ربما من دايون لوبي ولكن إلى خارج. حولها الآن إلى موسى ديابي في المنتصف إلى لوبي، لكن الجزيرة قطع الكرة بشكل ممتاز. والمرتدة الجزراوية هذا روبن بيحولها إلى ميلسون يتقدم يسدد. الله يا ميلسون، الله يا ميلسون، كاد الجزيرة أن يعود بهذه الركنة بهذه الضربة. الله على التسديدة التي لم يكن ينقصها لتكتمل جمالا إلا أن تعانق الشباك وتذهب إلى المرمى. لا أفضل والأجود على مستوى الجودة كأسماء من خلال التعاقدات، لكن هذه الكرة الآن لمصلحة فريق نادي الجزيرة. ميلسون مرة أخرى. الله يا ميلسون، متى ستسكن المرمى هذه المرة؟ لقطة أخرى، ركنة ثالثة أو رابعة من ميلسون بهذه الطريقة بهذه الكيفية. هذا في الطرف الأيسر يسوي شغل كبير. ميلسون سدد مرة في الشباك العلوية، ومرة تمر بجانب مرمى رايكوفيتش، ومرة أخرى كانت قد تجاوزت المرمى وتحولت إلى ضربة مرمى. دايون يتحول بالكرة في الجانب الأيمن. سيميتش والعرضية من بعيد ولكن هنا علي خصيف بشكل. محمد ربيع يلعب الكرة الآن هنا من جديد إلى حارس المرمى السهلة. بعد ذلك الاتحاد موضوع أيضا موسى ديابي اللي تكلمنا عنه، لكن هذا اللي نتكلم عنه دائما، هذا ميلسون وسيميتش ومرور. يا سلام على التقدم ميلسون هذه المرة. الكرة إلى فينيسيوس يسقط أمام منطقة الجزاء. الحكم يشير إلى استمرارية اللعب، لكن روبن يستعيدها إلى ميلسون من جديد. ميلسون هذه المرة يا ميلسون، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ما شاء الله يا ميلسون، بداية مثالية يا ميلسون مع فريق نادي الجزيرة. شوف اللقطة اللي سقط من خلالها فينيسيوس ميلو على خط منطقة الجزاء بعد التدخل الذي أتى من فرح الشمراني، ولكن الحكم الذي أشار. تمريرة وصلت هنا في الجانب الأيمن الآن. شوف عرضية ميلوني ومحمد ربيع، عادت الآن خطيرة هي. الله، ضاعت الفرصة يا برونو. روبن والعرضية خطيرة للجزيرة. الله، عدت على فينيسيوس. الآن المرتدة خطيرة، المرتدات خطيرة، التحولات صعبة في المساحات لمصلحة الاتحاد، وهنا صافرة وإنذار والخطأ لمصلحة فريق نادي الاتحاد السعودي في اللقطة الماضية. خطأ على ويليام روشا قلب الدفاع الذي أيضا يعني يحتاج فريق نادي الاتحاد. لا ننسى بأن من غادر وبأن من أتى وهنالك أيضا قائمة كبيرة من المصابين بالنسبة لفريق نادي الاتحاد، وغيابات أيضا كثيرة. لكن هنا سيميتش اللي بيحاول في الجانب الأيمن مع روبن فيليب وسيميتش. شوف الصراع الآن، الكرة بتتحول سهلة باتجاه الأخصر. غياب يعني ممكن 6 شهور. هذه كرة خطيرة لفريق نادي الجزيرة، مرة أخرى تتهيأ. الله يا ميلسون، اللاعب الأخطر، الأفضل، الأجمل، الأكثر تأثيرا لفريق نادي الجزيرة في الشق الهجومي حتى الآن هو هذا، ولكن كرات ميلسون حتى الآن لا زالت تبحث عن طريقي وعن شباك، عن طريق موسى ديابي. الكرة معاه، موسى ديابي يتقدم ثم يمرر ثم الإبعاد. بعد ذلك لفريق من جديد في المنتصف حسام عوار، لمسه باتجاه فرحه، لقطه الان عن طريق ميلسون المتقدم المنطلق، لكن ايضا فرحه. شوف التدخل الان، لكن التحول واتاحه الفرصه لمصلحه فريق نادي الاتحاد. خطيره عن طريق ستيفن بيرغوين، والثاني للاتحاد. نعم، يبدو بأن النمر اشتاق
مرة أخرى لأن يكون صاحب الكلمة الأولى. هنا يسجل هدفا آخر، هنا يعمق النتيجة، هنا يضيف هدفا ثانيا وتصبح النتيجة بالتالي 2-0. هي التحولات، هي المرتدات، هي السرعات، هي المساحات، هو الاتحاد. شوف التوغل، شوف التمرير، شوف بيرغوين، وبعد ذلك النظرة ثم الضربة في ورغم ذلك طبعا طموحات جمهور فريق نادي الاتحاد أعلى. كرة خطيرة للجزيرة أمام المرمى، لكن أيضا بتمر وبتعدي وبتضيع. وحكم المباراة قاسم الحاتم الآن يقول بأن هنالك تسلل. كانت في السعودية مع فريق نادي الهلال في 2007. هذه الكرة الآن بتتحول عرضية خطيرة ولكن ليس لها أحد، إنها تصل مع فريق نادي الشارجة. لا ننسى مدربا لمنتخبنا الوطني، وايضا كان مدرب لفتره قصيره للمنتخب السعودي، حسام عوار. الان خطيره للاتحاد، ضاعت الكره مراقبه بمصلحه الجزيره. والبدايه هكذا تاتي في الطرف الايمن. الان عرضيه، الان محاوله، ولكن الكره الى رايكوفيتش يمر وينطلق. ولا زالت الان اتحاديه، ما زالت اتحاديه تسديده، والكره خطيره الى علي خصيب. تسديد في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة هنا تعود تصل لمصلحة فريق نادي الجزيرة أمامية وانطلاقها. التغطية موجودة هنا عن طريق ستيفن كيلر. سايمون بانزا يطالب على مستوى الشرق. جامبا وساكا انتصر على جانكون الكوري الجنوبي، وكونغ أن هون الصيني على أديليد يونايتد الاسترالي. هذه كرة ملعوبة الآن خطيرة للاتحاد، خطيرة، ولكن ويليان روشا يتمكن من السيطرة على الكرة في اللقطة والمحاولة الماضية. هنا الخطأ اللي موجود، هذا ميلوني الذي يتعان بصوت مسموع ينحاز لفريق الاتحاد بهدفين نظيفين. فارس عابدي الكرة مقطوعة، مطالبين أيضا بالسعودي في الموسم الماضي ومرتين على التوالي ميلسون. ولا ننسى بأن الاتحاد أيضا كان بطل إلى المباراة، أن يعود إلى المباراة. شوف التمرير الآن، ميلوني والتسديد، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. خطيرة، التحولات سريعة وخطيرة، وهذا هو الاتلان في الجانب الأيسر من أرضية الملعب. كرة عن طريق الغامدي، استلام، تمريرة بالكعب ما زالت حاضرة موجودة في الطرف الأيسر. فارس عبدي بيعرضها، والاتحاد يسجل الثالث. إنه عازم على أن يحجز مقعده رسميا في النخبة. هذا هو الاتحاد، هذا هو العميد، يسجل الثالث، ويبدو بأنه يريد إنهاء المهمة الآن رسميا بهذا الهدف الثالث. يا له من عميد، ويا له من اتحاد، ويا له من نمر. حسام عوار جزيرة. برونو دي أوليفيرا ينطلق الآن بكرة عالية للجزيرة في منطقة الجزاء، ولكن عالية. الجزيرة متأخر بثلاثية نظيفة. وصلت المحاولة الآن هنا من جديد عن طريق برونو دي أوليفيرا، عرضية من روبن خطيرة، لكن شوط المباراة الثاني النتيجة فيها هدف في الشوط الثاني. هذا حسام عوار ينطلق والكرة في منطقة الجزاء، ولكن التدخل على الكرة، وبعد ذلك الكرة إلى أين؟ هل تجاوزت الخط؟ طبعا ما في فار، للمعلومية لا يوجد فار، وبالتالي شوف هذا حسام عوار. الكرة اللي كانت ما بينهما صعبة جدا، ولكن الجزيرة على الأقل أن نشاهد الجزيرة حاضرا على مستوى التسجيل في هذه المباراة. الكرة إلى ضربة ركنية أخرى لعوبة لمصلحة فريق نادي الجزيرة. وصلت إلى روبن يحاول عرضية خطيرة هي للجزيرة. الله، هل تجاوزت الخطأ ماذا يا جزراوي؟ اللعب لا زال مستمرا، حامل الراية يقول ما زالت الكرة في أرضية الملعب، وبالتالي شوف على إثارة الآن،
على إثارة الآن في كارت أصفر في مشاهدة. هدوا يا شباب، هدوا يا شباب، ما له داعي، ما له داعي. لكن لقطة مثيرة للجدل، لقطة مثيرة للجدل. ميلوني كارت أصفر، اختلط الحابل بالله. معلش يا شباب، هدوا شوي، هدوا شوي. نشوف الحالة، نشوف اللقطة، نشوف الإعادة. الحكم يسجل الكرت على ميلوني. شو اللي صار؟ الكرة عدت ولا ما عدت؟ دخلت إلى المرمى أم لا؟ سننتظر ونشاهد في الإعادة من خلال هذه اللقطة التي أثارت الجدل وأثارت بالتالي حفيظة اللاعبين. حدث الاشتباك ما بين الفريقين، لكن الآن الأمور هدت إن شاء الله. كوزمن في الملعب أيضا يهدي الوضع. حكم المباراة شفنا ما بدل حتى الآن أولاريو. أحمد الغامدي، وصلت الكرة لأحمد بن جديد، ينطلق خطيرة للاتحاد، لكن الكرة عدت على يوسف النصيري وعدت أيضا على مروان الصحفي، وبالتالي تصل إلى حارس المرمى علي خصيف. أهلي الوصل، ونحن بالتالي بانتظار هذه المباراة ونهايتها. وشوف الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يغادر أرضية الملعب، وبالتالي ريتشارد أوكونور يدخل إلى أرضية الملعب. البديل الثالث هو خطيرة، والرابع يأتي، الرابع لمصلحة فريق نادي الاتحاد. خلص الاتي ويا لها من نتيجة كبيرة. الاتي يوجه رسالة إلى آسيا بأنه قادم بكل قوة. يا لها من رباعية اتحادية آسيوية هنا في هذه اللحظات. الاتي رسميا يحجز مقعده على طاولة النخبة بهدف رابع يؤكد من خلاله على أفضليته. من النتائج التي تجعلنا نؤمن تماما باستحالة العودة ربما. وعندما نتحدث عن مثل هذه الحالات علينا أن نشير إلى الاتحاد وملحمة سيونغنام فعلها الاتي في 2004 عندما خسر في جدة 3-1، لكنه هنالك في الأراضي الكورية الجنوبية قدم ملحمة وهدف جزراوي. الآن هدف جزراوي يأتي وإن كان متأخرا في الدقائق العشر الأخيرة. يا جزيرة، سايمون بانزا يسجل الهدف الجزراوي الأول في هذه اللحظات. أصبحت 4-1. شوف الانطلاقة.